اكثرنا دائما من نسوي دايت ورا كم يوم نروح نوقف على الميزان ونقيس وزننا ونشوف انه احنا بس نازلين 100 غرام، ونعطيها كم يوم ثانيا ونقيس ونشوف انه احنا هم نازلين 100 غرام، وهذا الشيء يصيبك بالاحباط وتضطر انه انت تترك الدايت لانه تشوف انه ما منه فائده. راح اشوفك في شيء. تخيل هاي العلبه هي جسمك، والشوكليت اللي داخل العلبه هو الدهون اللي انت مجمعها على جسمك. اذا اخذت يوميا شوكليته، زين، هاي صار 4 شوكليتات، ما بين فرق. زين، اذا انا اوقف هنا ما راح يبين فرق، بس اذا انت استمريت يوميا تاخذ شوكليت وورا سنه العلبه فرغت. كذلك خسارة الدهون هي مو عملية سريعة مؤقتة أنت راح تسويها، بالعكس هي مرحلة ممكن تأخذ وياك أشهر، ممكن تأخذ سنة أو سنتين حتى تخسر اللي أنت جمعته على جسمك خلال 20 25 30 سنة من دهون. لذلك الاستمرارية حتنطيك النتيجة. إذا أنت استمريت لمدة يوم يومين 3 أسبوع شهر احتمال ما حتشوف أي نتيجة، بس إذا استمريت سنة وسنتين هنا النتيجة حتبين. دائما استمر، الاستمرارية تنطيك نتيجة بأي شيء أنت تسويه بحياتك.